انا ما بقاش شايف موتي بعيني واجي هنا وابوظ، ما بقاش اقول يا رب وصلني بالسلامه واجي هنا وادور الف واعمل مشاكل في الشوارع. طب انت ليه؟ في عندنا في مصر بعض الشباب بتيجي هنا بتعمل مشاكل. طب ليه؟ انت جاي ربنا كرمك وجيت بالسلام، بص لموتك اللي انت شفته في البحر، انت ربنا نجاك عشان تيجي توصل بالسلامه وتعول ابوك وتعول امك وتعول اخواتك. طيب ليه اللي بيحصل ده؟ يعني انا من ضمن الشباب اللي كنت في وسط البحر وبقيت اقول يا رب وصلنا بالسلام، فانت ليه تيجي تعمل مشاكل هنا في بلد هي مرحبه بيك؟ انت اساسا جاي طالب لجوهم، جاي طالب حمايتهم هنا. طيب انا الاقي واحد يستقبلني وبيعمل معايا كده ويقول لي تعالى اعمل معايا انا مشاكل؟ الشباب اللي بتعمل حاجات غلط زي اغتصاب البنات، طيب ليه؟ يا عم اعتبرها اختك، اللي ما ترضوش على نفسك ما ترضوش على غيرك، لا تدينوا لكي لا تدان. ما تدينش حد عشان ربنا بكره وبعده ما يدينكش. يا ريت الشباب دي تبص لحظتها جوه البحور او جوه الغابات، والله سبحانه وتعالى ما رضيش يضرك ولا يضر ابوك ولا امك ووصلك بالسلام. شوف ابوك السلف لك وباع لك بقره ولا باع لك حته ارض عندك عشان يجيبك وتطلع زيك زي الشباب وتتنابر زيك زي الناس. وشوف لاي واحد فيديوهات على التيك توك ولا على الفيسبوك ولا اي حته بحزن صدقني، بقول ده لو قعد جنب ابوه وجنب امه في مصر وابوه ما تسلفلوش فلوس من هنا ولا من هنا كان احسن له. انا ابص لبيتي، ابص لابويا، ابص لامي، ابص لاولادي، دي سنين بتعدي من عمرك يا حبيبي، دي سنين. انت متغرب ليه؟ متغربين ليه؟ عشان لقمه العيش. فانا راعي ربنا، كنت ممكن في لحظه يتقلب المركب وما اطلعش ولا حد يشوف لي تغابره تاني.